سلام، سميتي هناء، واليوم جيت نحكي لكم قصتي وكيفاش أن القدر كيخبي لنا بزاف ديال الأحداث اللي عمرنا تخيلنا أننا نعيشوها. المهم، كبرت في عائلة اللي متوسطة. الأب ديالي كان عنده محل كيبيع فيه العطرية، والأم ديالي ربة بيت. كنت أنا الصغيرة في الدار. كان عندي خويا الكبير اللي تزوج وسكن معانا هو ومراته، واختي اللي كبر مني سالت قرايتها وتوظفت، وانا كنت كنقرا في الجامعه. الاب ديالي مرض بزاف وشد الفراش، فخويا هو اللي تكلف بالمحل لانه من قبل كان لا خدمه لا ردمه. خويا كان واحد الانسان اللي صعيب بزاف وعصبي، لا معانا ولا مع مراته ولا مع الناس، ديما صداع في الدار، وخصوصا من مرض الوالد فرجع حاس براسو هو مولا الدار. ديما نغير فين مشيتي، منين جيتي، علاش لبستي هادي، خصوصا معايا انا كان ديما شدد. انا كنت من داك النوع ديال البنات اللي كتبغي تسخل في راسها، كنبغي نماكي، كنبغي نلبس، فكنت شويه خفيفه. كنت كنهضر مع الدراري، ولكن ما كنتش شي وحده اللي خارجه الطريق، فكنت حاضيه راسي وشرافي. كانت غير الهضره وعقل الصغر وصافي. خويا بكثرة ما كان صعيب كان ديما كيقلب لي التليفون ديالي، فهاد الشيء اللي خلاني نشري واحد التليفون بالتخبيه. حتى لواحد النهار وانا نسى التليفون اللي شريته بالتخبيه في الدار، ونسيت ما درتلوش سيلونس. ايوا هو يسمعو خويا يصوني، فدخل وقرا كاع الميساجات ديالي. ايوا شنو غادي نقول لكم، داك النهار داز اسوأ نهار في حياتي. كليت واحد القتله ديال العصا اللي عمرني كليتها في حياتي. عياو يفكوا فيه ولكن والو، جهل ولا بحال شي كلب مسعور. والاب ديالي مسكين ما قادش ينوض من الفراش، وبقى مسكين غير كيبكي ما لقى جهد. ايوا خويا رجع لي داتي كلها زرقاء وما خلاليش بالمعيور والسبان، وقال لي من اليوم ما كانش الخروج من الدار، وحتى ديك القرايه اللي دايراها سبه وطريق باش ديري ما بغيتي، والله لا بقيتي حطيتي فيها رجليك. انا الصراحه واخا كنت وحده خفيفه، ولكن كنت كنقرا مزيان وديما كان فاليدي بمونسيون. المهم، عيات معاه ماما باش تحاول تقنعو، عيا معاه الاب ديالي، عيات مع اختي، ولكن والو. قال لهم والله لا رجعت شافت الزنقه. انا في لحظه تهدمت حياتي كامله، واللي غادي يزيد يحطمها انه جاب لي عريس من بعد ما داز على هذا المشكل شهر. هاد العريس اللي جابو صاحبه كان شافني وبغاني للزواج من قبل، ولكن خويا كان قال له انني عاد كنقرا وما باغياش نتزوج دعوه. ولكن من وقع هاد المشكل قال له جيب والديك واجي تخطب. انا في الاول رفضت وقلت لهم والو ما نديهش، مادام انه صاحبه اذا غادي يكون بحاله، غادي يكون صعيب وعصبي وغادي يدوز عليا المرار كثر من داكشي اللي مدوز عليا خويا. ولكن خويا حلف يا اما نتزوج ونتستر قبل ما نجيب له شي فضيحه، او انه غادي يذبحني. فبقيت كنفكر نهرب، ولكن فين غادي نمشي، فين غادي نوسد راسي، غادي غير نتشرد ويدوروا بيا الدياب. فاستسلمت لمصيري وتزوجت. درنا غير حفله بسيطه وكل شيء كان بالزربه، بين الخطبه والعرس غير شهر، يعني ما كنتش كاع كنهضر مع العريس. جا نهار العرس وكان عندي بحال الجنازه. مشيت لدارو وهو كان عايش مع والديه لانه الوحيد عندهم. ديك الليله كلها وانا كنبكي، وصارحته انني تزوجت غير بالزز. بصح ما قلتلوش شنو السبب، ما رضيتش وما بغيتش نحشم بخويا.
الصراحة هو ما بزز عليا والو، بقى غير ساكت وكيشوف. ومن بعد نعس. لغت ليه مشى قالها لخويا وقال له علاش تزوجوها بزز، انا ما كنتش عارف هادشي. وخويا قال له هذيك راها غير كتفشش عليك، الا ما بغاتش تطردها عطيها قتله العصا. ولكن هو العكس ديالو، كان كيتعامل معايا مزيان، كانت الحرفه ديالو نجار، وحتى الام ديالو كان تعاملها زوين بزاف. شفتني غير مهمومه وكنفكر، سولتني وقلت لها اخالتي انا راه كنت كنقرا وخاويه راسي من الزواج، حتى لقيت راسي مزوجه. فبقات كتصبرني وقالت لي دابا تولفي وديري وليدات، كاع دزنا من هادشي. المهم عشت في ديك الدار في واحد الجو لي هادئ، عكس دارنا اللي كان ديما فيها الصداع والمشاكل. عقوزتي وشيخي كانوا ناس من اطيب خلق الله، كانت حسباني اكثر من بنتها، كتهلا فيا وعمرها تعندت معايا على الشقه. وحتى انا من شفت تعاملها بقيت كنعاملها بالمثل، وإلا مرضات انا اللي كنقابلها ونتهلا فيها. المهم شويه بشويه ولفت ديك الحياه وديك العيشه، وبدا كيعجبني الحال. وحتى راجلي لقيت واحد الانسان اللي مزيان بزاف وحنين وقلبه نقي ومهلي في والديه، عكس خويا اللي ديما قمحهم وحقرهم. الصراحه ما فهمتش كيفاش قدر يتصاحب معاه. المهم مع الوقت رجعت كنبغي راجلي، وحتى هو كان فرحان بيا وكيفاش انني متفاهمه مع دارهم. حتى واحد النهار كان دخل مدرسي وهو يقول لي علاش ما ترجعيش لقرايتك. ما تصوروش فرحتي كانت قداش، حتى كنت نسيت داك الموضوع وقلت اكيد راه ما غاديش يوافق. ولكن صدمني، كان عاد باقي الباك ديالي في لافاك. المهم ما كنتش قريت السمستر الرابعه، هي اللي كانت مشات لي، ورجعت وقريت. وحتى حماتي كانت مفتخره بيا وعاونتني بزاف، وساليت قرايتي وخديت لا ليسانس ديالي، ودابا انا خدامه. وحماتي هي اللي كتربي لي الدراري. وكانت هذه هي حكايتي. خلاصة القول، بسم الله الرحمن الرحيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وكانت هذه هي قصة هناء. وإلا عجبتكم ما تنساوش أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش هكا يبقى يوصلكم أي جديد ديالي. وخليتكم في أمان الله حتى القصة جاية إن شاء الله، وبسلام عليكم.